سيرها كما يريد بالكيفية اللازمة والنتيجة منطقية لعناصر سان داونز في هذه اللحظات. حكم المباراة يوقف المباراة، شيء طبيعي أنه يوقفها، شيء طبيعي أنه صور مؤسفة شاهدها فوق أرضية الميدان بهذا الشكل بالنسبة لفريق عريق اسمه وفاق سطيف، فريق من المفروض أن تكون تصرفات عشاق وجماهيره في مستوى عراقة الوفاق وفي مستوى سمعة الكرة الجزائرية. طبعا عدم الرضا على أداء الفريق عادي جدا، يكون بطرق مغايرة لطريقة اليوم، يكون بشكل آخر مختلف تماما عن هذا الشكل المؤسف الذي شاهدناه فوق أرضية الميدان. صورة مؤسفة فعلا لأغراض موجودة فوق أرضية الميدان، والجماهير تعبر عن غضبها بشكل ملفت. يعني كان يمكن أن نعبر عن غضبنا وعدم رضانا بطرق مختلفة، طبعا بالخروج من مدرجات الملعب، برفع رايات بيضاء، بالتصفير، بالتصفيق، بالهتاف، أما برمي قارورات هكذا داخل أرضية الميدان مما يعرض الوفاق إلى عقوبات سيسلطها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على الوفاق سطيف في اول خرجة له في دوري ابطال افريقيا. وبعدين هي اول خرجة، وبعدين هي ليست كارثة الخسارة في اول مباراة. الوفاق عودنا على انه يخسر في دوري المجموعات منذ 3 سنوات، عودنا انه يخسر ويتعادل على ارضية ميدان وخاصة في مبارياته الاولى، وعودنا انه يعود. اما بهذا الشكل فالوفاق محاولة السيطرة على غضب الأنصار الذين ربما لم يتقبلوا اليوم هزيمة. ربما الأكيد أنه التحكم الأمني كان ضعيفا، لكون أن هذا الملعب الطامن ما كان في طور الأشمال العمومية التي لم تنتهي منذ سنة، وبالتالي ربما صعب على الشرطة التحكم في أعمال الشغب. الآن نلاحظ الآن صور أمامي الآن الأنصار يقومون برمي بالحجارة، الحجارة التي لا نعلم كيف وصلت إلى الملعب، يرمون بها الشرطة والاشتباكات. الآن ربما الآن محافظ الشرطة على نهاية المقابلة قبل أوانها، قبل 3 دقائق. لا نعرف الآن، هناك بعض الإصابات، هناك حوالي 6 مصابين رأيتهم الآن نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى بولاية الصيف. آسف، يعني مشاهد مؤسفة جدا. مباراة أولى في دوري المجموعتين، لا ندري كيف انحرفت الأمور إلى هذا الشكل، لكن مع هذا الآن لحد الآن الشرطة تحاول محاولة الامساك بزمام الأمور، لكن ربما الأمور يعني أيلة للتصعيد أكثر خلال الدقائق التي نحن الآن بالميدان. صعوبة جدا في العمل، أو حتى أخذ تصريحات مع اللاعبين سواء مع نعم.